ايه رايكم يا حبايبي؟ شايفين القرمشه؟ سامعين القرمشه؟ ده كده طالع من النار، طلعته على مصفى عشان يصفي الزيت كله. شوفوا بس تقريبا اهو، شوف الزيت اللي بيصفى منه، بيصفى لسه. كده طلعته من الزيت، من التحمير على مصفى عشان يصفي الزيت اللي فيه. بصوا شوفوا القرمشه، سامعين القرمشه؟ سامعين القرمشه؟ سامعين القرمشه؟ طعمه جنان. بصوا الطعم، شايف القرمشه؟ سامعين؟ سامعين القرمشه؟ طعمه جنان جنان، وريحته رهيبه، معبقه الشقه كلها. جميل جدا جدا جدا. احبكم يا حبايبي في الله، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس يا حبايبي. احبكم في الله يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. دلوقتي انا هعمل معاكم القرنبيط المقرمش بطريقة جنان وحلو جدا وسهلة. خليكم معايا لاخر الفيديو يا حبايبي. دلوقتي معانا القرنبيط اهي، هنقطعها وارجع لكم. ادي القرنبيط اهي يا حبايبي، فككتها من بعضيها. هنحط ميه على النار تغلي وهنشوف هنعمل ايه يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي حطينا ميه على النار بتغلي وحطينا فيها ملح، وهنحط كمون اهو، شويه كمون محترمين. دلوقتي الميه بتغلي اهي، ننزل بالقرنبيط في قلب الميه، بس خلي بالكم هي غلوتين وتشيلوه على طول عشان هو مش بيتحمل سوا، عشان كمان تقدروا تحمروه. فخلي بالكم يا حبايبي لا يستوي منكم قوي وبعد كده متعرفوش تعملوه. نحطه في الميه ويغلي غلوتين ونطلعه على طول. القرنبيط اهو بيتسلق يا حبايبي، حطيت عليه معلقتين لبن. معلقتين اللبن دول حطيتهم عليه عشان هيبيضوا جامد وهيبقى حلو جدا، وهيبقى ابيض وبياضه شائع كده خالص. حطيت معلقتين بساط يعني، مش كتير عشان الامكانيات، انتوا عارفين يعني الوقت اللي احنا بقينا فيه صعب جدا جدا يعني. الحمد لله على كل حال طبعا. حطيت شويه صغيرين. ادي يا حبايبي القرنبيط بعد ما اتسلق صفيته، طلعته من الميه، حطيته في المصفى عشان يصفى ميته خالص. ونشوف الخلطة اللي هنعمله بيها بقى، خلطة جبارة. خليكم معايا يا حبايبي. لايك واشتراك وتفعيل جرس وكلمتين حلوين في التعليق يا حبايبي. ادي يا حبايبي معاكم تكوينات المكونات كلها اللي هنعمل بيها ونشتغل بيها. دلوقتي معانا بيضتين او 3 تبع كمية القرنبيط. معانا كوباية لبن وكوباية دقيق، لو احتاج الدقيق تاني زوده مفيش مشكلة. ومعانا معلقتين نشا ومعلقة بيكنج باودر، ومعانا ملح وكركم وكزبرة والسبع بهارات وشطة وكمون. سيد الكل ده الكمون. كده تمام. دلوقتي هنضرب البيض، خليكم معايا يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ضربنا البيض كويس جدا زي ما انتم شايفين يا حبايبي. هنزل عليه باللبن، بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية اللبن بالقشطة بتاعتها. كده تمام. هننزل بقى عليهم بالبهارات التوابل عشان ندوبها قبل ما نحط بقية المكونات. حطينا اللبن ودوبناه والبهارات ودوبناها والملح. هنحط كوباية الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، وهندوبها برضو كويس جدا. كده دوبنا المكونات كلها والدقيق. هنحط بقى ايه، معلقة النشا، معلقتين النشا ومعلقة البيكنج باودر. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكلمتين حلوين يا حبايبي. بحبكم بحبكم قوي. كده دوبنا النشا والبيكنج باودر في الخلطة. معانا بقى خضرة كنت مفرزاها في الفريزر، نحطها عليها ونقلبها كويس جدا. دلوقتي يا حبايبي احنا قلبنا الخلطة اهي تمام زي ما انتوا شايفين كده اهي. معانا بقى شوية بقسماط وشوية فيجيتار حار وشوية خلطة من بتاعة الفراخ المقرمشة والخضار والحاجات دي المقرمشة زي ما انتوا شايفينها كده. حصري، حصري، محدش عملها قبل كده. كده قلبنا البقسماط مع الفيجيتار الحار
مع الخلطة بتاعت الخضار او بتاعت اللحوم والفراخ المقرمشة. تمام. خلطة بتيجي من عند العطار، بتبقى حلوة جدا جدا في الحاجات دي، بتبقى مخلي القرنبيط ايه جنان، مقولكوش على طعمه وجماله. دلوقتي يا حبايبي هنحط القرنبيط اهو في الخلطة زي ما انتوا شايفين. شوفوا الخضرة كتيرة ازاي، بتخلي طعمه جنان. طول ما الخضرة كتيرة كده بتخلي طعمه حلو جدا جدا جدا، ما اقولكوش على الجمال اللي بيبقى فيه يعني. كده هنطلع القرنبيطة من الخلطة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، بنحاول نطلعها. هنحطها فين؟ في البقسماط. هنعملها بالبقسماط. زي ما انتوا شايفين كده، نحطها في طبق كده صغير حوالينا معانا عشان نطلعها على الزيت على طول. زيت غزير يكون سخن. تمام. زيت غزير سخن. خلطة جديدة وطريقة جديدة جنان، روعة ملهاش حل في الطعم والجمال. مش هتقولوا انكم بتاكلوا لحمة ولا فراخ ولا كنتاكي ولا اي حاجة، لا ده انتوا هتحبوها موت. مش هتعملوا كل يوم هيبقى قرنبيط قرنبيط قرنبيط. صدقوني هيبقى قرنبيط على طول. لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكلمتين حلوين يا حبايبي في التعليق يشجعوني. هنيجي بقى واحنا بنحمر ونشوف النتيجة في الاخر هتبقى عاملة ازاي. كده يا حبايبي الزيت سخن خالص اهو، وطيت عليه عشان احط بقى الايه القرنبيط. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتوا شايفين كده. وطوا عليه عشان ايه يقرمش معاكم. ايه رايكم يا حبايبي؟ شايفين القرمشه؟ سامعين القرمشه؟ ده كده طالع من النار، طلعته على مصفى عشان يصفي الزيت كله. شوفوا بس تقريبا اهو، شوف الزيت اللي بيصفى منه، بيصفى لسه. كده طلعته من الزيت من التحمير على مصفى عشان يصفي الزيت اللي فيه. بصوا شوفوا القرمشه. سامعين القرمشه؟ سامعين القرمشه؟ سامعين القرمشه؟ طعمه جنان. بصوا الطعم، شايفين القرمشه؟ سامعين؟ سامعين القرمشه؟ طعمه جنان جنان، وريحته رهيبه معبقه الشقه كلها. جميل جدا جدا جدا. احبكم يا حبايبي في الله، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس يا حبايبي. احبكم في الله يا حبايبي. ايه رايكم يا حبايبي؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ سامعين القرمشه اهو، وريحته جنان جنان جنان، وطعمه مقرمش وجميل. بصوا سامعين القرمشه؟ محدش يقول لا، هزعل. شايفين الحلاوه والجمال؟ طعمه جميل، والخلطه مخلياه فوق 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 السحاب. جميل جدا 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 يا حبايبي، جربوه بالطريقه دي هيعجبكم، مش هتعملوا غيره. احبكم في الله يا حبايبي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكلمتين حلوين يشجعوني يا حبايب قلبي. احبكم 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 في الله. مع الف سلامه.